ان البني ادم اللي بيعمل كده هو بيبقى للاسف دخل في حاجه اسمها حزب الشيطان وهو مش واخد باله. يا ساتر. بصي بقى، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. معنى النسيان هنا مش بس ان انا انسى حاجه، لا، ان انا ابقى ناسي ربنا. فانت مش متخيله خطوره الموضوع اللي انا بتكلم عنه. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ نسوا الله فانساهم انفسهم. عرفت ان كل حاجه في النفس هي اصلها علاقه مع ربنا. الرزق بايد ربنا، هو دي القصه كلها. انت لو موقن ان رزقك بين ايد ربنا، والله لو البلد دي حصل فيها حاجه ربنا هينشلك منها ويديك بلد تانية فيها رزق. انا ما بسمحش لاي فكره تخش تصغر ربنا جوايا. عارفه ذكر ربنا اساسها ايه؟ ان انت تفتكري ربنا بس في كل لحظه. اول طريقه من طرق الشيطان العبيط اللهبل ده عشان يخليكي تنسي ربنا، يلهيكي بحجج عبيطه زي مثلا ايه؟ ده ذنب صغير. عايزه اقول لك فكره النسيان الدحلبه فيها بتيجي من ناحيه التعود. عشان كده دايما اقول فكره الاعتياد لازم الشكر في حياتك. انت مش متخيله الذكر عامل ازاي. ورقه وقلم النهارده واقعدوا كده مع نفسكم، شوفي كل يوم بقول ورقه وقلم اكتبوا ان انا مش هسمح لاي فكره تصغر ربنا سبحانه وتعالى جوايا ابدا ابدا ابدا. ابدا اكبر. وفي حاجه بقى مهمه، هو الطبيعي انه هيخش لك مره. يعني مثلا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ان انت طول اليوم ما تسمحيش لاي فكره سلبيه تخش جواكي.